شكرا جزيلا. قبل أن نبدأ سأطلب منكم أن نتوقف دقيقة صمت بالنسبة واحتراما لآلاف الضحايا والمفقودين وعائلاتهم في ليبيا، ولكن الكثير أيضا من إخواننا الذين فقدناهم في المغرب وفي كل إفريقيا. فلنقف جميعا في دقيقة صمت ترحما على أرواحهم. شكرا جزيلا. قيل لي بأن الأمر يتعلق بندوة صحفية قصيرة، لن أخذ الكثير من وقتكم. وفيرون قد كان يتخفى لأنه كان يحاول النتائج. ثمة مسألتان مهمتان. الأولى هو أننا قد اجتمعنا في اجتماع رائع، وإن قيادة الكاف، قيادة كرة القدم الأفريقية واللجنة التنفيذية في الكاف كانت ممثلة التي مثلت البلدان 53 الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، والتي تمثل 54 دولة، 54 بلدا عضوا. والاجتماع كان مميزا، كان رائعا. كان هنالك الكثير من النقاشات المهمة وتجاذب الحديث، وشيء هام جذبني هو التزام الجميع، وأيضا التضامن الموجود بين مختلف الدول، وهذا دفعا وتشجيعا لكرة القدم الأفريقية، وهو ما يجب أن نتحلى به جميعنا كريادة وقيادة لكرة القدم في إفريقيا. ونحن فخورون بالنتائج التي حصلت في قطر، نتائج أداء البلدان الأفريقية المشاركة في كأس العالم قطر، ما قدمته تونس والمغرب والسنغال، الكاميرون، ويقول للبوروندي الآخر. طبعا الكاميرون هو البلد الذي كنت أود أن أذكره أيضا. كلهم شاركوا وكان عملهم جبارا وجعلونا نشعر بالفخر كأفارقة فخورون بقارتنا. إذن إن ما أود أن أقوله هنا باسم الاتحاد الأفريقي، وأنا أغتنم الفرصة لأشكر كل الحاضرين معنا، رؤساء الاتحادات، ولكن لا سيما وزراء الرياضة الذين جاءوا إلى هنا. ولدينا هنا امتنان واعتراف ب50 سنة من العمل الذي وصلنا به الآن إلى مستوى عالي من توفير أفضل المنشآت الموجودة، والقرارات التي اتخذت اعتمدت على التعرف على المكان الذي ستكون فيه أو ستستضاف فيه كأس أفريقيا 2025 و2027 من ناحية المنشآت، من ناحية الملاعب وغيرها، وأيضا بناء على مبدأ التدويل والانتقال من منطقة إلى أخرى، من منطقة فرعية في إفريقيا إلى أخرى، لأن هذا يسهل وينخرط ضمن مخطط التنمية في إفريقيا وتنمية كرة القدم وتوفير المنشآت اللازمة للشباب. وأن نتأكد أيضا من أن كل منطقة في إفريقيا تحصل على الحظ الكامل لاستضافة كأس إفريقيا والمشاركة فيها. ولقد وضعنا معايير عالية جدا فيما يتعلق
التطلعات المختلفة للمنشآت ولكل المعايير التي وضعناها والتي نحن فخورة بالنتائج التي وصلنا إليها. سأبدأ بسرعة من خلال التعليق على ما حصل في 2025. ثمة مستجدات في الساعات الماضية والأيام الماضية. هناك الكثير من البلدان التي أو جميع البلدان المعنية بالمشاركة أو بالترشح ل 2025 قد أتت لتقديم عروضها. كل البلدان جاءوا. لا يوجد فقط التزام بتطوير كرة القدم في أفريقيا، ولكن هناك أيضا التزام بالاعتراف بالفائدة العظمى، الفائدة الأولى. وهنالك إذن اعتراف بأن احتضان كأس العالم يعتبر معيارا هاما جدا. وهنالك من قدم أو كان هنالك انسحاب للجميع البلدان الخاصة ب 2025 لتمكين المغرب والبلدان الإفريقية التي تقدم طلب استضافة كأس العالم 2030 أن تتمكن من التحضير. وبالتالي فكان هنالك تجاذب، كان هنالك نقاش حول هذه المسألة. وبالتالي فإن كأس إفريقيا 2025 ستقام في المغرب، فلنصفق للبلد المستضيف. ثم نأتي إلى نقطة أخرى يشير فيرون إليها في الأوراق، وهي مسألة أخرى متعلقة ب 2027 كانت فيها المحادثات مثيرة للاهتمام ونقاشا مثيرا بشأنها. وأود أن أرى، هل رأيتم النتائج؟ لم تروها بعد؟ لم تروها. إذن الأمر معقد. دعوني أرى سانتا ماريا. سانتا ماريا هي No. I just want to overemphasize that even those countries that submitted a bid and may not have succeeded, I can tell you I felt proud today. I felt so proud with what I saw. Every single one of those countries have the capacity, have the resources, have the passion, have the expertise, and that's why I'm asking every one of the countries, everyone, that we're here today, please pass our deep gratitude to the governments, to the people in your country who love football, and to the ministers who are here. We are very grateful. The last thing I want to say is that the future of African football has never been brighter. It's never been as bright as it is. And the objective that we set ourselves, that in the near future, an African nation will win the World Cup. That objective is within reach. And we are very confident and very proud, and we recognize we must invest in our youth, and of course also we are starting the African Football League, and we will make sure that there is more resources and the football players and the coaches in Africa الشروع في منافسة جديدة وهي الدوري الأفريقي لكرة القدم، وسيمكننا كل هذا من تطوير كرة القدم لدينا. إذن فلنقف مع بعض. إن البلد الذي صوت أعضاء المكتب التنفيذي لاختياره كبلد مستضيف لكأس أفريقيا ل 2027 هو
أوغندا وتنزانيا. علينا أن نريهم جميعا في الكاميرات. كينيا، أوغندا وتنزانيا. فلنصفق لهم من جديد. I think Wallace, you want to give your head of state this. So I just want to say. أود أن أقول أيضا بأنها المرة الأولى In a very, very long time. منذ مدة طويلة جدا أن تحتضن منطقة سيكافا، وهي منطقة كرة القدم في شرق أفريقيا. فما وددت أن أقول أن الجميل في الأمر هو أنه إذا ما رأينا مختلف المداخلات التي قدمها كل مسؤول، كل رئيس للاتحادية أو السيد سمير وكل الأعضاء الذين قدموا مداخلاتهم، نحن مسرورون برؤية هذه النتائج ومتحمسون لها. يمكننا الجلوس الآن. لقد كنا صارمين بشأن الشروط التي وضعناها لهذه البلدان، سواء فيما يتعلق بحرية التنقل ما بين هذه البلدان التي تقدم ترشحا مشتركا، وأيضا العمل المشترك، الانسجام بين هذه البلدان، وأيضا تقييم لهذا العمل، لأننا حريصون على الحفاظ على أعلى المعايير. وسأمكنكم من تقديم سؤال أو سؤالين قبل أن وبعد أن نذهب إلى المغرب سيكون هنالك الكثير من التمويل الذي سيذهب إلى المغرب لتمكينهم من تقديم أفضل كأس أفريقيا لاحقا في 2025، وهدفهم ليس فقط من أجل المغرب. وبالنسبة لكأس العالم 2030 فإن ترشح المغرب ليس ترشح المغرب، وإنما ترشح أفريقيا ككل، أفريقيا التي تطمح لاستضافة كأس العالم مرة أخرى. وهذا شيء مهم بالنسبة لنا جميعا، ولكن نود في البداية من كأس أفريقيا أن تكون عالمية. نأخذ أسئلة من فضلكم. سأخذ